الحياه البونسمون الكبيره اللي كانت صراحه معذباني وطيبات ليا لحمي. شوفوا طيبات ليا لحمي وكنت معنزه من عنقي. الحمد لله والحمد لله والحمد لله اليوم حيدتها. المهم بزاف ديال الناس سولوني افلاطونه واش درتي اوبيراسيون على الغده الدرقيه، واش حيدتي الغده الدرقيه؟ لا انا ما حيدتش الغده الدرقيه. اليوم عاد عرفت شنو عندي ملي خرجوا التحاليل الحمد لله. هاد 3 ايام كنت غابره حيت كنت ديبريمي، واليوم مشيت عند الطبيب باش يدير لي كونترول وفي نفس الوقت يشوف الريزلطه ديال التحاليل. الحمد لله كان داكشي اللي خرج في التحاليل هو سل الغدد اللي هو كيجي عن طريق الحليب واللبن ومشتقات الحليب. هادشي علاش درت هاد الفيديو خصيصا باش ننصحكم، باش نقول لكم ردوا البال اللي بغى يشري الحليب ومشتقاته ياخذهم من شركه، ياخذهم من شي شركه اللي يكونوا معقمين، ما ياخذهمش من عند الناس اللي كيبيعوا داكشي في الزنقه ديال البقار وداكشي. هو فريمون طبيعي. احنا كاملين كنحماقوا على شي حاجه طبيعيه كتكون صحيه اكثر، وانما كاينين بعض الناس اللي عندهم المواشي ولكن ما كيديروش لهم لي فاكسان ديالهم. داكشي علاش كيجيو لهم فيروسات، ولكن الفيروسات كيدوزوا لينا حنا عن طريق الحليب ومشتقاته. داكشي علاش انا كنت وحده من الضحايا ديال هادشي، اللي بزاف ديال الناس جاهم هاد السول ديال الغدد. انا ما كانوش فيا كاع الاعراض اللي كانوا في الناس، ما كانت كتجيني لا سخانه ولا حتى شي حاجه، فقط ناض ليا داكشي ما عرفناش شنو هو. الحمد لله الطبيب خرج ليا واحد الدواء اللي غادا نبقى نشربو 6 شهور، وغنقول الحمد لله عاوتاني حيت ما كيعاديش. كون كان كيعادي كون عاديت ماما، كون عاديت راجلي، كون عاديت خوتي، كانت غتكون كارثه كبيره. الحمد لله انه طلع ما كيعاديش.